لو عايزة نصيحة ذهبية ليكي ولابنك شوفي الفيديو ده. بصي بقى، موضوع أكل الأطفال فيه كلام كتير، أنا جاي بقى أقول لك الخلاصة. مبدئيا كده أفضل ميعاد للأكل هو 6 شهور، ولكن في شروط لو موجودة عند ابنك من بعد ما يتمم ال4 شهور، يعني من أول الخامس كده، ممكن نديله معلقتين كبار. طب إيه هي بقى الشروط؟ هما 6. أول واحد بقى بيعرف يسند رقبته كويس، بيعرف يقعد مع المساعدة وظهره مستقيم ومهتم بالاكل، لما يشوفكم بتاكل يبطل يطرد الاكل بلسانه لبره، يعني بيبلع حلو، ويكون وزنه 5 كيلو كده او اكتر. ورقم 6 بقى يكون اتولد في ميعاده. طب هو المفروض ياكل ايه؟ لبن الام، اكل ناعم، اكل خشن، اكل صلب. دول بقى 4 مراحل للاكل. لحد 6 شهور لبن الام، مع دخول الاكل بيكون اكل ناعم مهروس وبسلوق، وممكن نخففه بلبن الأم. ومن 9 شهور بيبقى مهروس بس ممكن أحط عليه قطع بسيطة. وبعد سنة بياكل أكلنا، ومش بعد سن سنة عشان أكل أكلنا نروح نديله أكل مليان دهون. لو عايزة تعرفي بقى أكتر عن أكل الأطفال اكتبي لنا في الكومنتات، وتابعينا الفترة الجاية.